وده اخر فنجان قهوة اشربه في بيتي النهاردة. صباح الفل، صباح القمر، صباح العسل، صباح كل حاجة حلوة، صباح الروقان ان شاء الله بإذن الله. ثواني فتحت ده كمان علشان يبقى صباحة حلوة، يعني زي ما بيقولوا كده. هو اصلا بصوا سيح من نفسه، بس عشان جو ساقع المفروض ان ده بيتعمل كده. ونستنى شوية عليه يا جماعة. انا النهاردة انا ماسحة دي على فكرة، مش حاجة وحشة يعني. المهم يا جماعة النهاردة انا مسافرة العريش. واو. وعلى حس بقى ان انا مسافرة عريش، الاستاذة ما عجبهاش الحال فراحت واقعة مكسورة. والله العظيم هي وقعت من على الكرسي على السجادة، مش عارفة ازاي اتكسرت كده للأسف. بس دي شغالة عادي، دي شغالة عادي. لكن دي بقى الاوبشن بتاعها هو اللي مبقاش دلوقتي موجود. مع اني بصوا يعني هي المفروض كده. المهم ان انا كنت اصلا اوريدي حاطه فيها شاي وقرنفل. ثانيه افتحها. كنت حاطه فيها شاي وقرنفل اهو من يومين كده تقريبا. هفضيهم بقى. دي كانت عندي، دي خدوا بالكم دي انا كنت جايباها اساسا قبل دي والله العظيم. ودي كانت عجباني عشان حمرا بقى والكلام ده، فروحت فكاها ومستعملاها. دي لسه حالا مفكاها من الورقه بتاعتها، وكنت ناقعه فيها ميه سخنه اهي. لسه مفضيه الميه السخنه منها دلوقتي شويه كده، واروح حاطه الشاي هنا واروح مفضيه هنا علشان اكيد في هنا شاي لازق يعني، فاهمين؟ اخد الشاي كله. ودي بقى الاوبشن اللي فيها ان هي بتعرفي درجه الحراره دي لو كانت شغاله فعلا. مش عارفه بقى شغاله ولا بايظه يعني، هي بقى لها فتره عندي بس ما استخدمتوش نهائي. الحاجات دي اصلا يعني مش عادي بالنسبه لي، عادي، بس المهم ان هي تحتفظ بدرجه الحراره فعلا وتبقى سخنه علشان عريش سفرها. او ماي جاد سفرها فظيع. بصوا طريقة ازاي. صح. يلا ناخد صورة. وهلو هلو هلو هلو. خدت دش الصبح و بس ده عشان اطلع لكم. رايحة العريش ليه؟ رايحة على العريش عشان رايحة العريش عشان اغير جو. مش عشان حاجة معينة، عشان انسى اللي جرالي. قلت لبابا انا عايزة اروح العريش يا بابا. زي ما انتم شايفين النفسية، بصوا في النازل يعني النفسية اساسا خلت الحبوب تطلع لي. ده مش الحبوب بس اللي طلعت لي، ده كمان اللغط طلع لي. فالبتاع ده بقى حلو يا جماعه، ده من السنه اللي فاتت جايباه. دي البيجامه اصلا كده كده، وده بيتلبس كده لوحده، كان ب 250 جنيه. السنه دي اكيد طبعا اغلى. جبت واحد السنه دي بس قماشته غير دي خالص. يعني دي القماشه دي بصوا تحسوها ان هي مهير. لا القماشه اللي انا جايباها المره دي مش عارفة هي أخف، بس فعلا بتخليكي سخنة جدا من جوه، يعني بتخليكي دفاية يعني ما فيش كلام. المهم بقى عايزة اوريكم البتاع ده من جوه. بصوا هو حتى مرسوم عليه ان انت اصلا ادي المج اهو، من هو اهو بيتحط بيتسخن على الحاجات دي. المهم بقى ان ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ دلوقتي المفروض ان احنا هنلبس يا جماعه حسب القهوة الدنيا. اول يوم يا جماعه نروح العريش. بالراحة. اول يوم دلوقتي المفروض ان احنا هنلبسهم. آم، الجو مش الطف حاجة يعني. استنى الجو مش حلو، بس احنا برضو هنصير تاني. ما صدقت بقى يعني بابا ماما كان عندها تحاليل بتعملها وحاجات زي كده، ما صدقنا نطمن عليها وليتس جو على طول. فحتى كنت عايزه اوريكم شويه حاجات من اللي انا اشتريتها، وبصراحه مفيش مجال خالص خالص خالص.
عملت القهوة هشربها، وبعد كده اغسل الكتل اغلي فيه ميه علشان اول نعمل يوم الشاي. اول يوم نروح العريس. وخليكم معايا ان شاء الله باذن الله، هبقى معاكم كده في الطريق واحده واحده. ربنا يعيننا 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 من غير كده. يلا اوريكم هلبس الولاد ايه. دي من ضمن الحاجات اللي انا كنت جايباها لهم. هودي كده اهو بالظبط، قماشته تحفه على فكره. عايزه اقول لكم ان دي اول لبسه لي، حتى هو تقريبا بالتيكت بتاعه اهو. ده يا جماعه لينك كده على الصفحه على الفيسبوك، بس الناس محترمه. والمفروض ان الطبعه دي قايله لي طبعه مستورده، يعني مش هتشقق على طول. والخامه برضو قطن، معالج ضد الوبر وضد ايه يا ربي الانكماش حاجه كده. فالمهم انا جبت لهم 2 دباديب، مختاروا دباديب. وكمان كنت جايبه لهم بعد كده 2 ازرق اللي هو اللي بيجري ده. فواحد فيهم كانت الطبعة بتاعته مش عاجباني فرجعتها. المفروض ان انا كنت جايباها علشان اسافر بيه العريش، وبرضه مش هسافر بيه العريش عشان مش هينفع البس واحد والتاني لا. بس لونهم كان خطير الزرق. بصوا على ايه ده؟ بنطلون يويو، ده بنطلون يويو كلوبة. عمتهم كانت جايباه الحمد لله يعني. وده بنطلون قدهم. لبسي انا بقى هلبس برضو اسود سويت شيرت، برضو كنت جايباه برضو السنة اللي فاتت. ده السنة اللي فاتت كنت جايباه زيهم بالظبط، بس ما عنديش انا رسمة، عندي جبين. والناحية التانية في كلام بالانجليزي طبعا. هلبس بقى، اشوف بقى، انا محتارة بصراحة البس عليه طرحة ايه، لاني مش عارفة هاخد البوت بتاعي ولا اخد الشوز بتاعي، مش عارفة اعمل ايه. يلا بينا. السوبر ماركت يويو ادم اهو هناك اهو ماما. يلا عشان بابا مستعجل. شفت كنا فين وبقينا فين؟ استني كده. لا 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 استني كده. استنى انت بوظليش الفيديو بقى. استني يا ماما. ودلوقتي يا جماعة كافيتيريا، تعالوا نخش اقعدوا عيال. تعالوا هتمرجح. لو عايزين تاكلوا حاجة روح هاتوا ايه ده؟ هي دي اللي فيها المراجيح مش دي؟ مش دي؟ مش هي والله. تعالي تعالي يا ماما. انت شايف مراجيح؟ فين؟ مش شايفة حاجة. طب روح اقعد جنب طنط. تعالي. طب اقفل. بتحطوا في المنى قد ايه سكر بقى؟ دي كوبايه الدكتوره ودي كوبايه. تمام كده
شكرا. اتفضلي يا ماما. التكشيرة دي بصوا يا جماعة مش عايز ينبب بيه، يعني وقفنا ومش عايز ينبب بيه. لكن انا مش اخدت واحد. يعني كمية الراحة النفسية دي بس يا دوبك تركبي شمال سينا. يا جماعة هقول مش اسمعش الكلام، مش اسمعش الكلام خالص. يا جماعة احنا كده وصلنا. شيل الشنطة، اطلع يا دوما يلا يلا. يعني يابا نقفل البوابة، أهم حاجة نقفل البوابة. يلا بقى نطلع. يلا الحمد لله، الحمد لله على السلامة. وصلنا الحمد لله، الطريق كان لذيذ الحمد لله. وكده اقول لكم باي باي قد الدنيا. باي 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 باي. يويو يلا طالعين الحين يا ماما، طالعين والله طالعين. استنوا بقى احلى فيديوهات ان شاء الله تنزل باذن الله. شوف يحيى بالله، شفتوا جمال العريش؟ شفتوا جمال العريش؟